سوفا سندروم. وانت لو شفت نيولاكسوفا سندروم الشكل بتاعها الفاينل برودكت اهو. يعني هتحس ان الفيتشرز نفسها قريبة الوش كده زي ما يكون مسحوب او شبه الماوس اكتر. اكشولي تشخيص اساسي للنيولاكسوفا. وخد بالك يعني انا مثلا شفتها، يمكن بشوفها مرة في السنة. نيولاكسوفا دي اول حالة نيولاكسوفا شفتها. لو انت شايف شكل النوز مع الاي مع الاير، واهم حاجة هي التوركينج موفمنت، تويتشنج موفمنت، يعني الايد بتتحرك كده جيركي موفمنت. هي الجيركي موفمنت هي اكتر حاجة دايجنوستيك. يعني ايه؟ بلس طبعا الكاتراكت اللي موجود في الاي، سحبة النوز والماوس، كل ده يشخص معاك نيولاكسوفا. تعال نشوف تاني حالة نيولاكسوفا شفتها، او دي بقى ايه التو دي بتاعها. دي اول حالة برضو التو دي بتاعها اهو، اهي جيركينج موفمنت رهيبة، تقول لك نيولاكسوفا على طول. نفس القصة اهي حالة تانية نيولاكسوفا. لو انت ركزت فيها اهي برضو سحبة النوز وسحبة الاي، وقف سنة كده واستنى شوف الايه التويتشنج موفمنت. الاي برضو على فكرة اللينس الى حد ما ايه كاتاراكتس شوية. تويتشنج موفمنت بسيطة اهي، جيركينج موفمنت بسيطة، وويب شيبد ايه فينجرز، يبقى الفينجرز بتبقى ويب شيبد الى حد ما. ليه؟ لان في كونتراكشر، ما هي برضو تعتبر جزء من الفيتال اكاينيزيا. يعني يقول لك سوفا ممكن تعتبر مع الاريثروجريبوزس فيري باد بروجنوزس، ولكن الفيشال فيتشرز مع الويبنج بتاع الفينجرز مع الجيركينج موفمنت او التوركينج موفمنت بتاعه الهاند يشخصوا نيولاكسوفا وانت مطمن، بلس المايكروجنيسيا وكل هذا.